مسلسل جولة أخيرة لأحمد السقا لو فضل بنفس المتعة اللي أنا شفتها في الحلقات اللي فاتت هيبقى من أفضل المسلسلات القصيرة اللي اتعملت في الفترة اللي فاتت. أحمد السقا وأشرف عبد الباقي الصراحة عاملين حاجة روعة، إن دور حلو جدا ومناسب جدا مع سنهم، ولما الحاجتين دول بيجتمعوا لما بتعمل حاجة مناسبة لسنك وتبقى حلوة جدا بتطلع إبداع زي اللي احنا شفناه. والمسلسل بيتكلم عن يحيى أو دكتور يحيى اللي بيحب الام ام اي وبعد كده بيبعد عنها لمدة 7 سنين وبعد كده بيقابل المدرب بتاعه تاني اللي بيرجعه للعب. وطبعا في ال7 سنين هو كان عايش حياة روتينية جدا، وبعد كده لما بيرجع للرياضه حياته بتبتدي تتغير تاني، لان صدقني اي حد بيشتغل في الحاجه اللي هو بيحبها صدقني هينجح مع السعي والاجتهاد والاستعانه بربنا. والدور ده هتحس فيه ان احمد السقا اللي احنا عارفينه رجع بكل قوه، وفعلا شابوه لاشرف عبد الباقي واحمد السقا واسماء ابو اليزيد. وفي الاخر لو لسه ما صليتش العشاء لحد دلوقتي روح صلي وتعالى كمل اتفرج عادي. ولو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه ولف لفه كده هتلاقي حاجات كتير تعجبك. سلام.